النهارده هحكي لك عن اغرب قصه ممكن تسمعها في حياتك. النهارده معانا قصه سلحفاه عاشت 178 سنه وبقت اقدم حيوان بري مشهور ولسه عايش لغايه دلوقتي. ايوه عايش لغايه دلوقتي. السلحفاه دي اسمها جونيسير، اتولدت حوالي سنه 1832. التاريخ ده قبل تتويج الملكه فيكتوريا ب5 سنين، يعني السلحفاه دي عايشه من ايام حكم محمد علي لمصر، وده خلاها تحضر وتعيش الحرب العالميه الاولى والثانيه وثوره عرابي والثوره الروسيه و39 رئيس امريكي. ولو شايف ان ده غريب بالنسبه لك فاسمع اللي جاي. السلحفاه دي مش اول سلحفاه تعيش حوالي 200 سنه، في غيرها كتير عاشوا اكتر من كده كمان، واهمهم السلحفاه الدابر العملاق اللي وصل الهند سنه 1757 وتوفى في حديقه الحيوان سنه 2006، يعني عايش اكتر من 250 سنه. ايوه 250 سنه، وده بياكد لك ان عمر السلاحف ممكن يعدي ال3 قرون واكتر. لكن السؤال المهم هنا، ليه وازاي بيقدروا يعيشوا كل ده؟ علماء الاحياء قالوا ان السبب في ده ان السلحفاه من اصحاب الدم البارد، ده غير ان السلحفاه بطيئه وده بيخليها ما تحرقش طاقه كتير عشان تحافظ على حياتها. والسبب الثاني ان السلحفاه دايما عايشه جوه القوقعه بتاعتها، يعني مش بتتحرك غير نادرا، ده غير الصدفه اللي على ظهرها اللي بتساعدها على حمايتها. لكن اهم سبب هو التركيب الجيني للسلاحف. جوه كل واحد فينا خلايا، الخلايا دي بتتعرض للتلف، بتبوظ يعني، ولما بتبوظ بيبدا يظهر عليها اعراض المرض زي السرطانات وغيرها. لكن السلحفاه جواها حاجه بتقتل كل الخلايا البايظه، وعشان كده السلحفاه من اطول اعمار الحيوانات. كل النظريات دي لغايه دلوقتي بيجربوها عشان يعرفوا ليه السلاحف بتقدر تعيش كل الفتره دي. لو عندك معلومه او سبب اكتبه لنا تحت في الكومنتات.